علوم 5 ابتدائي، أهلا بيكم في تحدي جديد. النهاردة هنحل امتحان شامل على الوحدة الأولى في منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي الترم الأول، وده بيعتبر يا ولاد أفضل تدريب قبل الامتحان. لكن طبعا قبل أي حاجة تعالوا الأول نصلي على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده علشان توصل لكم كل مراجعات العلوم الجديدة أول بأول. مستعدين يا أبطال؟ يلا بينا نبدأ. أول سؤال في الامتحان اللي بيقول تخير الإجابة الصحيحة. 1. تنتقل بذور الهندباء والقيقب عن طريق نقط: الجهاز الهضمي، الرياح، الماء، الالتصاق بالحيوانات. يلا يا شطار انزلوا في التعليقات واكتبوا سبقناك يا مستر، عرفنا إجابة السؤال. عشان زي ما انتوا عارفين أنا هاخد أسامي الناس اللي شاركوني في حل هذا الاختبار واكتب أساميهم في لوحة المتفوقين اللي هعلنها في الفيديو اللي بعد ده بإذن الله. يلا يا أبطال وروني شطارتكم على بال ما أعد ال5 ثواني. 1 2 3 4 5. فعلا يا ولاد الحل هو الاختيار الثاني. 2. أي الكائنات يمكن أن تنتهي به سلسلة غذائية؟ الطحالب الحمراء، الثعبان، الفطريات، نبات الصبار. فين أبطال 5 ابتدائي الشطار؟ أنا مش شايف حد منهم ليه في التعليقات. هل الامتحان صعب عليهم ولا مكسوفين؟ أنا متأكد إن أبطال 5 ابتدائي شاطرين، وعلى بال ما أعد ال5 ثواني هلاقيهم نزلوا في التعليقات وجاوبوا السؤال. واوعوا يا ولاد تنسوا تشتركوا في القناة واعملوا لايك علشان يوصل لكم كل فيديوهات مراجعة العلوم أول بأول. يلا هعد اهو: 1 2 3 4 5. برافو يا ولاد، فعلا الإجابة هي الاختيار الثالث. 3. كل مما يلي من المكونات غير الحية في النظام البيئي ما عدا نقط: التربة، الماء، الفطريات، الهواء. يلا يا ولاد وروني شطارتكم على بال ما أعد ال5 ثواني تكونوا نزلتم وجاوبتوا السؤال في التعليقات، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناة. 1 2 3 4 5. شطار يا أبطال، فعلا الإجابة هي الاختيار الثالث. ب. وضح الفرق بين كل من الكائنات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغذية. 5 ابتدائي، يلا وروني شطارتكم على بال ما أعد ال5 ثواني تكونوا نزلتوا في التعليقات وجاوبتوا السؤال ده، وما تنسوش يا ولاد اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناة. 1 2 3 4 5. فعلا يا ولاد الإجابة هي الكائنات ذاتية التغذية هي كائنات تصنع غذائها بنفسها في وجود ضوء الشمس مثل الطحالب والنباتات. أما الكائنات غير ذاتية التغذية فهي الكائنات التي تعتمد في غذائها على الكائنات المنتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثل الإنسان والطيور والحيوانات والحشرات والفطريات. 2. نبات الفراولة ونبات العنب من حيث نوع الساق. السؤال سهل يا ولاد ومش محتاج تفكير، بس أنا هعدلكم ال5 ثواني على بال ما تنزلوا في التعليقات وتكتبوا الإجابة الصحيحة. وخدوا بالكم كل الناس اللي بيشاركوا معايا إجابة هذا الامتحان بعمل لهم شهادات تقدير وببعتها لهم على الإيميل بتاعهم. بس يا ولاد ابعتوا لي الإيميل بتاعكم سكرين شوت وأنا هسيب لكم رقم التليفون بتاعي في أول تعليق. 1 2 3 4 5. شطار يا ولاد، باين عليكم ذاكرين. فعلا الإجابة زي ما انتوا كاتبين، نبات الفراولة له سيقان مدادة، أي إنها تمتد أفقيا على سطح الأرض وتساعد في إنتاج نبات جديد. أما ساق العنب من السيقان المتسلقة التي لا تقوى على حمل نفسها فتتسلق على نبات آخر أو على الحائط. السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية. 1. تنتقل الطاقة من الشمس إلى الكائنات المستهلكة عبر نقط. هعد ال5 ثواني يا ولاد تكونوا نزلتوا في التعليقات وكتبتوا إجابة السؤال، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل للفيديو ده. 1 2 3 4 5. أيوة أبطال 5 ابتدائي، برافو عليكم، فعلا الإجابة هي الكائنات المنتجة. 2.
تفقد الشعاب المرجانية ألوانها عندما تهاجر نقط التي تعيش فيها. برافو عليكم، أنا شايف أولاد وبنات كتير نازلين في التعليقات عايزين يجاوبوا السؤال عشان أعمل لهم شهادات تقدير. يا أهلا وسهلا بيكم يا أولاد، بس يا ريت ما تنسوش تكتبوا أساميكم في التعليقات. 1 2 3 4 5. برافو، فعلا الإجابة هي الطحالب. 3. يعتبر فقدان الموطن الطبيعي أحد أسباب نقط الكائنات الحية. أبطال 5 الشطار، يلا وريوني شطارتكم وانزلوا في التعليقات وجاوبوا السؤال السهل ده. 1 2 3 4 5. فعلا يا أولاد الإجابة زي ما انتوا كاتبين هي الانقراض. ب. ماذا يحدث عند سقوط أشعة الشمس على المواد البلاستيكية؟ يلا يا دكتورة مستنية ايه؟ يلا انزلي في التعليقات وشاركيني في إجابة السؤال ده، علشان لو إجابتك طلعت صح هعمل لك شهادة تقدير. وما تنسوش يا أولاد تكتبهم سبقناك يا مستر على بال ما أعد أنا ال5 ثواني. وخليكوا فاكرين يا أولاد اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناة. 1 2 3 4 5. فعلا يا أولاد الإجابة الصحيحة تتكسر المواد البلاستيكية إلى قطع صغيرة وتسمى الجسيمات البلاستيكية. 2. سقوط بذور أحد النباتات على بيئة مناسبة. إيه السهولة دي؟ بيتهيألي محدش ليه حجة بقى، والمفروض كلكم تجروا على التعليقات وتكتبوا إجابة السؤال الجميل ده وتقولوا سبقناك يا مستر. واوعوا تنسوا يا أبطال اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناة. يلا يا ولاد، 1 2 3 4 5. فعلا يا شطار الإجابة زي ما انتوا كاتبين هي تنمو البذور مكونة نباتات جديدة. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. منطقة في المحيط يتم فيها رعاية الأجزاء الصغيرة من الشعاب المرجانية. أنا عارف إن السؤال مش محتاج تفكير لأنه سؤال سهل، بس أنا هعد ال5 ثواني على بال ما تكونوا نزلتوا في التعليقات وكتبتوا الإجابة الجميلة بتاعتكم. 1 2 3 4 5. برافو عليكم يا أولاد، فعلا الإجابة هي المشتل. 2. الجزء المسؤول عن صناعة الغذاء في النبات. يلا يا أبطال أنا مستني إجابتكم في التعليقات، هعد ال5 ثواني تكونوا نزلتم وكتبتوا الإجابة الجميلة بتاعتكم. 1 2 3 4 5. شطار 5 ابتدائي، فعلا الإجابة هي الأوراق. 3. المسار الذي تنتقل فيه الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر. أنا عارف إن السؤال سهل والمفروض أشوف كل أبطال 5 ابتدائي نزلوا في التعليقات علشان يجاوبوا السؤال ده. يلا يا أولاد انزلوا في التعليقات على بال ما أعد ال5 ثواني. 1 2 3 4 5. شطار، فعلا الإجابة هي السلسلة الغذائية. ب. أجب عن الأسئلة الآتية. 1. اذكر الاحتياجات الأساسية للنبات. أنا سامعك يا باشمهندس بتقول أنا عارف إجابة السؤال ده، طب ما تنزل في التعليقات على بال ما أعد ال5 ثواني، واوعى تنسى تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. يلا هعد أهو. 1 2 3 4 5. ممتاز، فعلا الإجابة هي الماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس والأكسجين. 2. صنف الكائنات الحية الآتية إلى كائنات منتجة وكائنات مستهلكة: الفأر والعشب والصقر والطحالب الخضراء. يلا يا شباب أنا هعد ال5 ثواني تكونوا نزلتوا في التعليقات وجاوبتوا السؤال السهل ده، وخليكم فاكرين تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة. 1 2 3 4 5. أيوة يا أولاد، فعلا الإجابة زي ما انتوا كاتبين، الكائنات المنتجة هي الطحالب الخضراء والعشب، أما الكائنات المستهلكة فهي الفأر والصقر. وبكده يا أولاد نبقى وصلنا لأهم سؤال في فيديو النهاردة اللي بيقول إيه؟ ماذا يحدث عند سقوط أشعة الشمس على المواد البلاستيكية؟ أيوة أنا عارف إن أنا لسه مجاوب السؤال ده، بس المرة دي أنا جايبهولك علشان أعرف إذا كنت مركز معايا ولا كنت سرحان. فلو مركز انزل في التعليقات وجاوب السؤال، وبعد ما تكتب إجابتك اكتب سبحان الله الخالق العظيم.
ولو كنت سرحان ارجع تاني وهات الفيديو من الأول علشان تعرف إجابة السؤال. وقبل ما أقولك سلام ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.